بص بقى، لو انت عكيت في اللي فات ده كله، فاللي جاي ده حرفيا ده فرصتك الوحيده، لان المراجعه النهائيه دي هي اللي ثبتت معايا المعلومه، هي اللي حسستني ان انا بدات انجز بعد ما كانت كميه التراكمات اللي عليا خانقاني، ما كنتش عارف راسي من رجلي، ما كنتش عارف اي حاجه خالص. ففي الفيديو دوت هقول لك نظام المراجعه الصح بتاعت الاوائل، بحيث ان انت تراجع صح وتقفل السنه صح. اول حاجه هقول لك انا هقول ايه في الفيديو ده بالظبط، بحيث ان انت تبقى عارف انت بتسمع ايه، عشان برضو ما اضيعلكش وقتك. فانا هقول لك ايه هي المراجعه النهائيه، والوقت بتاعها امتى، وتذاكر كام ماده، ونظام اليوم الصح، وتركات الاوائل، ولو انت مراكم كتير، يعني انت مراكم كتير تعمل ايه، برضو لو انت مش مراكم تعمل ايه، يعني لو انت مخلص، وشويه نصايح كده. فالفيديو ان شاء الله هيبقى فيديو كويس جدا. اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان الفتره الجايه هنزل فيديوهات قويه جدا. السلام عليكم يا شباب، رجعنا لفيديوهات السكن تاني. طبعا انا لابس بنصكم عشان جو هنا نار في الصعيد، هنا نار مش عارف ايه، وما بينزلش مطر برضه، مش عارف ايه الحوار ده. بصوا يا شباب، يعني ايه مراجعه نهائيه؟ اصلا المراجعه النهائيه ديت انت مش بتذاكر من جديد، عشان في ناس كتير فاهمها غلط، ناس كتير فاهمه الموضوع ده غلط. المراجعه النهائيه ان انت بتراجع، اللي هو انت بتسترجع وبتثبت المعلومه، وحل 70% حل، بمعنى ان انت تفتكر اللي انت ذاكرته، تثبته وتحل عليه، وتظبط بقى اي نقط ضعف عندك، يعني مثلا اي جزئيات مش كويسه مش متظبطه عندك في المنهج، اي حته انت عارف ان الحته ديت مش متظبطه، فانت بتظبطها في المراجعه النهائيه. طبعا الناس دلوقتي اللي مراكمه كتير ومش مخلصين وبادئين متاخر بيقولوا الكلام ده مش هينفعنا وكده، والله انا بادئ زيكم متاخر. استنى هقول لك نظامي بالظبط. انا نظامي كان معقد شويه، فانا مش عايز ابدا بيه على طول، يعني هو انا كنت ملخبط الدنيا في بعضها كده، بس الحمد لله يعني كان نظام كويس. انت المفروض بدايه المراجعه النهائيه بتاعتك من 4 مثلا لعند 4 ونص. دول برضو الناس اللي مخلصين والناس اللي مظبطين الدنيا، ملناش علاقه بيهم، احنا ناس بنراكم عادي. اللي بكلمك ده بالله على التراكم، بكلمك ده بادئ في 3 ثانوي، فاحنا ملناش علاقه بيهم. انا برضه هقول لهم على شويه حاجات، وانت الفيديو بتاعك اساسا. السؤال بقى اللي بيجي لي كتير، نذاكر كام ماده في اليوم اللي هو في المراجعه النهائيه؟ بص انا هقول لك انا كنت بعمل ايه، وانا واحد بادئ متاخر ودوت نجدني فعلا، وقدرت ان انا اوصل بيه. بص في المراجعه النهائيه كنت بذاكر مثلا 3 مواد او 4 بالكتير، ما كنتش بذاكر ماده واحده، لان انت اول حاجه هتزهق منها، الماده دي انت هتزهق منها سواء مش هتكمل. تاني حاجه انت كده هتضيع اليوم كله في ماده واحده، بحيث ان انت في كل ماده تاخد جزء، في كل ماده تاخد جزء، الموضوع هيبقى بسيط معاك. اول حاجه انا كنت بذاكر 3 مواد. اول حاجه ماده اساسيه، ماده صعبه دي اللي كنت ببدا بقى اليوم. طبعا ببدا اليوم بتاعي وانا لسه بقى في تركيزي والدنيا مية معايا، ببدا بماده صعبه جدا جدا، ماده اللي انا مش طايقها ولا هي طايقاني، ببدا بيها بدري الصبح. تاني حاجه ببدا بماده حفظ، ان انا راجل ازهري يعني الحمد لله، فببدا باخد مثلا بمواد شرعيه. يعني اول حاجه ماده تقيله اخلصها اخد ماده حفظ، كنت باخد شرع او عربي يعني. واخر حاجه كنت باخد ماده خفيفه بالنسبه لي، بحيث ان انا برضو ما اكونش تقلت على نفسي. الناس اللي هتحط لي في اليوم 6 مواد وكده، انت كده هتتشتت ومش هتذاكر اي حاجه منهم خالص. خليك في المعقول، 3 مواد كويس جدا، بس تنجز وتحاول تقسم اليوم صح، وانا هقول لك تقسيمه اليوم ازاي. تعالى بقى اقول لك على تقسيمه اليوم الصح، ونفسي يعني نفسي واحد يقول لي انا مشيت عليها وبرضو ايه حسيت ان مش وقت، وبرضو وطلع ما عنديش وقت زي ما الناس بشوف كده الناس بتتكلم. تقسيمه اليوم الصح ان انا كنت بصحى من الساعه 3، انا بصحى قبل الفجر بساعه، حسب الفجر بقدم كام، اصحى قبل الفجر بساعه بنص ساعه، ما عنديش اي مشاكل. بتصحى بتصلي القيام، اهم حاجه علاقتك بربنا، بتصلي القيام، بتدعي كل اللي انت نفسك فيه، بتصلي الفجر جماعه، وترجع على البيت تبدا بالماده اللي انا قلت لك عليها، الماده الثقيله. خلصت الحاجه اللي عليك فيها. طبعا انا مش باخد ماده يا جماعه عشان الناس تفتكر مثلا ان انا ببدا بماده كامله، باخد ماده كامله، لا انا باخد ماده، باخد منها جزء بس، جزء كبير بروح كاتبه وابدا بيه، وداني ماشي كده عندي مخلصه، اخش في ماده ثانيه كده، مش بمسك ماده اخلصها لا، فاهم؟ فبعد كده بخش بقى على الجزء الحفظ، ده الجزء اللذيذ بالنسبه لي، المواد الشرعيه والمواد العربيه دي لذيذه بالنسبه لي والله العظيم. بخلصها واخد بقى الماده الخفيفه. اليوم بقى بيمشي ازاي؟ اليوم ببدا من بدري جدا جدا، اللي هو الساعه 3، 3 ونص، وانام بعد العشاء، اصلي بعد العشاء وانام على طول. الفتره ديت انا كنت مقلل في النوم بتاعي، بس عشان انا كان عندي خوف ان انا ما الحقش اراجع كل المواد وكل الكلام ده. فانت يعني لو جيت على نفسك شويه عادي مفيش اي مشاكل، بس برضه ما تجيش على نفسك قوي. الناس اللي تقول لي انام 3 ساعات ومش عارف ايه، انت كده مش هتعمل اي حاجه في اي حاجه، تركيزك مش هتبقى مركز، ومش هتبقى مستوعب اي كلام انت بتقوله، وانت كده بتضيع وقتك بنفسك. فانت بقى ما عندكش وقت، اليوم بيضيع منك، كل الكلام ده امشي على النظام ده. نفسي بقى الاقي واحد بيقول لي انا مشيت على النظام دوت ومش عارف برضه لسه اليوم بيضيع ومش عارف ايه، يبقى انت كده بقى العيب فيك انت، شوف انت بتعمل ايه. تعالى بقى اقول لك على تركات الاوائل بيعملوها، الناس الاوائل اللي مالناش دعوه بيهم. طبعا يا جماعه انا مش من الاوائل، انا من الاوائل على المعهد بس مش اوائل على الجمهوريه يعني، انا واحد غلبان بادئ في شهر 3 هطلع من الاوائل على الجمهوريه. المهم يعني الناس اللي مالناش علاقه بيهم دول بيعملوا ايه، وده اللي فهمته من كذا واحد يعني من صحابي كانوا طالعين من الاوائل، بيبقى معاهم يا جماعه كشكول كبير قد كده، الكشكول ده بيبقى مرجع ليهم، بيكتبوا فيه اي اخطاء، اي جزئيات نسيوها، اي حاجه بيحل فكره، الفكره ديت ما عرفش يحلها بيكتبها. الكشكول ده بيبقى مرجع قوي جدا ليه، بحيث ان هو لو نزلنا في اي وقت بيفتح الكشكول ده، هو كده 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 راجل مذاكر، يعني هو راجل بادئ من اول السنه مذاكر، فالكشكول اللي هو مرجع ليه ده بياخد الحتت اللي هو غلط فيها، بحيث ان هو ما غلطش فيها تاني.
ناس يعني ناس دماغها شغاله. انا كنت بعمل كده بس مش كنت ملتزم يعني. التاني ان هم بيحلوا كتير 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 يعني بشكل غريب. لو جيت عليه في الفتره دي مثلا قلت له ابوك وامك ولا الحل، هقول لك الحل. طبعا بهزر يا شباب، اهم حاجه بر الوالدين. حاجه مهمه بقى، الناس المخمه كتير 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 قد كده اهو، يعملوا ايه؟ يلموا المتراكم ولا يبداوا في المراجعه، وفي المراجعه يلموا المتراكم؟ هقول لك انا عملت ايه. في كذا ماده انا ما لحقتش ارجعها، وكنت عارف ان انا مش هلحق اراجعها، فانا كنت بعمل ايه؟ كنت بزود على في الحل بحيث ان انا اكون بذاكر وبراجع في نفس الوقت. هتقول لي زي ماده ايه؟ هقول لك زي ماده الفيزياء الحقيره معروفه يعني. الكيمياء انا شغلت دماغي فيها، عملت إيه بقى؟ رحت ماسك الجزء العضوي اللي عليه اكبر درجات، خلصته والحمد لله ان انا لحقت اراجع فيها. انا كنت ماشي بمواد وبمواد، لان انا اظهر في مواد كتير جدا. المواد العربيه والشرعيه دي انا كنت مظبطهم الحمد لله، وكنت ماشي بيهم في المراجعه كويس جدا جدا جدا. كنت براجع بيهم دول، واخد معاهم طبعا الاحياء الماده المقربه لقلبي، وكان فاضل شويه حاجات في الكيمياء والفيزياء ديت. انا كنت عارف ان انا مش هلحق ان انا اذاكرها، لان انا كنت بضيع فيها وقت كتير جدا. فالمواد كانت عندي كتير جدا، فالموضوع كان مكعبل شويه معايا، بس الحمد لله ان انا قدرت اظبط الدنيا. طبعا العام عندكم مش عارف 7 مواد، فانت لم يا ابني لم. والله بيصعب عليا الازهريه دول. طبعا رساله الازهريه، كمل يا ابني وما تزعلش، لان دوت علم تعلمه ينفع، هينفعك في الدنيا وفي الاخره باذن الله. طبعا يا جماعه انا بصور دقيقه وبقعد ساهش، مش عارف ايه كميه الدبان ده، غضب ده ولا ايه؟ طبعا دي مش اوضتي، دي اوضه ناس زمايلي يعني، فمش عارف ايه كميه الدبان دي. طبعا يا شباب فتره المراجعه ديت ممكن تلم فيها عادي جدا خالص خالص، الموضوع يعني مش مستحيل. هو صعب شويه بس مش مستحيل. تجيب المجموع اللي انت عايزه وتخش الكليه اللي انت نفسك فيها، او تفضل بقى ندمان بقيت عمرك. فاحنا خلاص بنقفل السنه المتعبه ديت وهتخلص منها خلاص. بس خليك فاكر، وان ليس الانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. يعني كل دقيقه انت بتذاكرها دي هترجع لك تاني. وطبعا ما تنساش الصلاه والدعاء والاستغفار، لان التوفيق مش بالمذاكره، التوفيق ده من عند ربنا. اخر حاجه طبعا، لو مش مشترك في القناه بتاعتي فانا كده هزعل منك، وانت كده بتزعلني. تقول لي ليه؟ هقول لك عشان بننزل حاجات كتير كتير كتير، فانت كده فايتك كتير قوي. وان شاء الله الفتره الجايه هحاول اهتم وانزل لك فيديوهات اقوى، فما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو، وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب، وتشترك في القناه. يعني بتتفرج على الفيديو مش مشترك في القناه، يعني دي حاجه غريبه يا جماعه، حاجه غريبه. وبس يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.